السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. أبو شروان، مباراة الكلاسيكو أمام الجيش ستكون صعبة، وسنحاول من خلالها تعويض نتيجة لقاء مولودية وجدة. أكد هشام أبو شروان المدرب المؤقت للرجاء الرياضي أن فريقه لم يجد حلولا فعالة للوصول إلى شباك مولودية وجدة عقب نتيجة التعادل السلبي بين الطرفين لحساب الجولة 28 من البطولة الاحترافية إنوي. وأوضح أبو شروان في الندوة الصحفية التي أعقدت المباراة بالقول: كنا نعلم أننا سنلعب ضد فريق يلعب من أجل تفادي النزول، فريق محترم لا يستحق المرتبة التي يتواجد فيها، لكن هذه هي كرة القدم. وأضاف: حاولنا تحقيق الانتصار من أجل تحسين مركزنا في السلم الترتيب، لكن لم نكن ذلك واكتفينا بنقطة واحدة. الخصم لعب على التعادل وتراجع للوراء، لذلك لم نجد حلولا من أجل الوصول إلى المرمى. واختتم: سنحاول أن نعوض نتيجة لقاء مولودية وجدة بعد غد الثلاثاء ضد الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو التي ستكون صعبة، وسنحاول استغلال المباراة المتبقية من أجل جمع أكبر عدد من النقاط.